عملنا فتة وعملنا رقاق وبسطنا نفسينا في العيد الكبير، بس كمان عايزين نعمل شوية محشي كده. واللي عمل محشي عمل محشي، بس عايزة اقول لكم تيتا النهاردة هتعمل شوية محشي كده في طواجن حلوين. طماطميتين زي ما انتم شايفين، على بصلتين، على قرن فلفل حراق، على قرن فلفل رومي، وهصفيهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. والعصارة بتاعت الخضار سايبة فيها كده كمية سوائل، معلقة سكر كده على السائل بتاعنا، ماشيين كده مع بعض خطوة خطوة، وملح وفلفل اسود. توابل اكتر من كده مش هنحط، الا شويه زعتر صغيرين عشان النهارده هنعمل شويه لحمه مشويين كده حلوين، ومعلقه زيت صغيره. وقلب بقى كل الخليط بتاعنا ده مع اضافه معلقه دبس رمان، ما هو ورق عنب يعني دبس رمان، وسنه خل. قلبي 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 زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. كده قلبنا الخليط بتاعنا، وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. معانا كده حوالي عن ايه، عن كيلو من الريش، كيلو ونص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. الريش بتاعتنا متقطعه. هروح بقى ايه مقلبه الخليط بتاعنا وحطاه في صينيه كبيره زي ما انتوا شايفين، والصينيه دي كمان هتخش معانا الفرن. وانزل بقى كميه الريش كده تتبل معانا كده حوالي ساعتين ثلاثه، واسيبها كده اغطيها واحطها على الرف في التلاجة. وتعالوا اقول لكم انا بقى جهزت المحشي ازاي. بالشكل ده كده سبتها واغطيها زي ما بقول لكم. وتعالوا بينا بقى اقول لكم ايه هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، سلقت بقى ورق العنب وصفيته زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وكان عندي بقى صلصة المحشي عملناها مع بعض كذا مرة، كانت متصلصة عندي في الفريزر، طلعتها كده وحطيت عليها الخضرة وعلى الرز. ودي بقى الطماطم والايه والبصل والفلفل المبشورين، سايبه فيهم كده سنه سوائل صغيره، ومعلقه دبس رمان. وقلبي بقى الخلطه بتاعتك دي زي ما انتم شايفه بالشكل ده كده. وتعالوا بينا بقى نحشي ورق العنب عشان ايه، نعمل بيه بقى شويه الريش الحلوين اللي انتم شفتوهم معانا. خلص بقى كل الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تعالوا بينا بقى نقول هنعمل ايه تاني مع بعض. بس قبل ما نقول هنعمل ايه، عملت اللايك ولا لسه؟ خلصت انا بقى كميه ورق العنب كده والايه والريش بتاعتي اتبلت كويس. معلقه زيت صغيره زي ما انتم شايفين. ودي بقى الايه الكام قطعه اللي هتخش الطاجن معانا تشويحه بالشكل ده كده. والباقي هسيبه في الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واروح بقى ايه مغطياه بورق فويل وورق المونيا وادخله على الرف في الفرن. مجهزه بقى طماطم مبشوره وبصل مبشور، واللحمه بتاعتنا بتتشوح كده على النار تشويحه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، اديها صدمه. وانزل بقى بكل اللحمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني ايه الكميه اللي معانا دي هنعمل منها 3 طواجن، هنحطها في 3 طواجن بالشكل ده كده. هناخد اول طاجن هنحط فيه اللحمه بالشكل ده، وروح بقى ايه قافلين عليها وايه، وبدأنا نرص كده ورق العنب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ومجهزه بقى ايه شويه شوربه عندي كانوا موجودين، شوربه بط. هروح بقى اقول لكم هنعمل بيهم ايه بعد ما ارص بقى المحشي بتاعي بالشكل ده كده. خلاص خلص بقى كل الكميه، واسيب بقى كده مسافه في الطاجن، مملاش الطاجن على الاخر عشان لما اضيف الشوربه اللي ايه الطاجن بتاعنا ما يفرش في قلب فرن البوتاجاز. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. مجهزه بقى شويه شوربه ومعلقه دبس رمان وشويه ايه ليمون، واروح مقلبه بقى ايه الخلطه بتاعتنا دي عليها بقى ايه يا جماعه شويه ملح وفلفل اسود. الشوربه يعني مظبوطه الحد. بصوا بقى يا حبايبي، جهزت الطواجن بتاعتي وسقيتها بالشوربه، ورق بقى ايه زبده وورق المونيا، والفرن سابق التسخين. واحط بقى الورق العنب ده على صاجة الفرن لغاية ما يغلي، وبعد كده احطه على رف البوتاجاز. وبعد كده بصوا احلى محشي هيطلع معاكم. شايفين عامل ازاي؟ خلصت انا بقى كل كمية كده طلعت من الفرن. وكمان عملت فحمية لشوية اللحمة الايه المشوية اللي احنا غطيناها ودخلناها وشويناها في فرن البوتاجاز. شايفين انتوا مستوية ازاي، واللحمة بتطلع من العظم بكل سهولة. يلا بينا بقى نغرف المحشي بتاعنا، وشوفوا بقى ايه حلاوة اللحمة وسوى اللحمة بتاعنا طالع عامل ازاي. خلصت انا بقى كده هفضي بقى ايه، بس عايزه اوريكم اللحمه اللي احنا عاملينها جوه الطاجن مستويه ازاي يا جماعه. عايزه اقول لك على معلومه تانية، لما تكشفي على الطاجن كده بعد ربع ساعه ولقيتيه اتشرب السوائل ولسه نشف معاكي، ممكن تزودي شويه شوربه لغايه ما المحشي بتاعك يستوي، واكمريه كويس عشان البخار يسوي معاكي. وكده بقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان اوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير.